لو سئلت مرة عن حالنا فقل لهم لم نكتب لبعضنا، هذا واقعنا. السلام عليكم، مسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا صاحب القصة قال لازم أذكر الجنسيات اللي في القصة. قصة حب ابتدأت من شخص سوداني وامرأة مصرية. تفاصيل هذه القصة جميلة جدا، لا تنسوا متابعة الحساب ومشاركة القصة لتعم الفائدة. يقول قصة ابتدأت مع فتاة مصرية، طبعا هي في بلدة وأنا في بلدة أخرى. كنت أتواصل معها عن طريق التيك توك، ويشهد الله علي، يقول هذا الولد، إنه أول مرة أتكلم مع بنت، وأول مرة قلبي يدق مع هذه الفتاة. يقول اتكلمت معها وكنت دائما أقول يا رب إنه هذه البداية تكون بداية خير وبداية ترضيني وترضيك. تعرفت مع هذه البنت وصرنا نتكلم، وصار في بيني وبينها تواصل. كنا نتكلم عن نمط الحياة ونمط العيش، وكيف ممكن إنه إحنا نساعد بعض ونكون أسرة ونكون مع بعض. يقول هذه البنت أنا حبيتها فجأة، واستمرت علاقتي معاها تقريبا لمدة سنة. يقول تعلقت في هذه البنت مرة كثير، وهي كمان تعلقت فيني، وكانت هي الداعم والسند في ظهري. لكن المشكلة الوضع في السودان كان جدا صعب، وكل ما الموضوع يصير أصعب وأسوأ دائما، وكان وضعي المادي جدا سيء. لكن كانت دائما تطبطب علي وتقول لي لا تشيل هم، أنا معك وأنا حنتظرك طول العمر. يقول ما حبيت إنه العلاقة تصير طويلة، حاولت اشتغلت، حاولت أجمع إلين قدرت أوفر حق التذكرة وأنزل مصر وأكلم أهلها. يقول قبل لا أنزل مصر لأول مرة أشعر بشعور الحب. مرت علينا سنة بحلوها ومرها، وعلى المعاناة اللي أنا مريت فيها عشان فقط أتقدم لها ما كنت أشعر بالمعاناة، لأنه كانت في ظهري وكانت معاي امرأة كانت دائما سند لي وكانت طاقة إيجابية. كنت أسمع أغاني الحب وأسمع العشاق لما يتكلموا عن الحب، فأقول معقولة هذا هو شعور الحب. يقول لما كلمت أهلي وكلمت أصدقائي إني حبيت امرأة مصرية وأنا سوداني، كانوا يحبطوني وكانوا يقولوا لي يا مجنون، ترى هي بنت مصرية وانت سوداني، وانت في السودان اساسا ما انت قادر تتزوج واحدة سودانية، كيف تبى تسافر من بلد اخر عشان تتزوج واحدة مصرية؟ يقول ما كنت اسمع لهم، لانه كان شعور الحب وشعور التعلق وكانت الطاقة الايجابية اللي في داخلي ما كنت اشوف احد. فكان هدفي كله انه هذه الانسانة تبقى معي. يقول بعد صراع مع النفس والظروف والعائلة وقلة الماديات قدرت انزل مصر، وكان قلبي فرحان جدا، حسيت انه الارض ما هي شايلتني. وكلمت البنت وقلت لها ترى انا وصلت مصر واليوم الفلاني حكلم اهلك. يقول لما انا نزلت مصر ما كنت اعرف احد، وكان هدفي واضح انه هذه الانسانة ابغاها تكون معايا، تكون شريكة في حياتي في كل شيء، في الحلو والمرة. يقول وجاء اليوم اللي انا واجه فيه اهل البنت، وقعدنا مع بعض وكانوا يسألوني عن وضعي المادي، وكانوا يسألوني الشغال ايش عندك ايش جنسيتك، فكنت احكيهم الين قالوا لي بعد كم يوم احنا نرد عليك. يقول وانا مرة فرحان وطيران من الفرح وخلاص، على اساس انه نعقد ونقرأ الفاتحة ويكون كل شيء بما اختاره الله. يقول بالنسبة لي انه هذا اليوم كان اسعد يوم في حياتي، وما كنت اتمنى انه هذا اليوم يخلص، وخلص هاليوم. وقعدت في مصر بس انتظر الرد، ما أعرف أحد. فكنت أتواصل مع البنت وهي كانت أيضا مبسوطة. خلص أول يوم وجاء ثاني يوم ما في رد، جاء ثالث يوم ما في رد. قررت إني أنا أتواصل معهم بنفسي، فكلمت أهل البنت قلت لهم إنه أنتظر ردكم، ما حد رد علي. يقول قررت إني أكلمهم وأشوف ليش التأخير هذا، لأنهم ما ردوا علي، مرت 3 أيام وما حد كلمني. يقول وتفاجئ إنه أم البنت كانت تكلمني بطريقة غريبة جدا. اللي فهمته من كلامها كانت تقول لي يا ولدي انت ما تصلح لبنتي، وانه ابا لبنتي زوج مصري وانت رجل سوداني. يا الله، ليه يا حجية؟ ليه يا حجية؟ كان اعطوني رقم الحجية هذا انا بكلمها بنفسي. حرام يا اخي تخرب قصة الحب الجميلة هذه. يقول تفاجأت من ردة فعلها وانصدمت، وكنت أقول لها يا خالتي ترى أنا مريت بظروف ومريت بمواقف ومحطات وحاربت أهلي وأصدقائي عشان بنتك. أنا جيت من بلد لبلد وتغربت في بلد عشان إني أتقدم لبنتك، واليوم يا خالتي تجي تقولي لي بنتي ما تصلح لك وإنت ما تناسبنا. يا الله. يقول يا أخي قاعد يحكيني والغصة في صوته. فالحمد لله على كل حال، وإنه هذا كل شيء قسمه ونصيب.
فكن دائما ادعي يا رب إن كانت هذه الإنسانة خيرا لي فيا رب قربني إليها، وإن كانت شرا فيا رب اصرفني عنها. وأنا أقول يا رب إن شاء الله بإذن الله لا تيأس وحارب من أجل من تحب. لا تحاول مرة واحدة فقط، حاول مرة واثنين وثلاث إلى يا رب يجمعكم على خير. رسالة أخيرة قبل لا أختم لكل اثنين حبوا بعض وقاعدين يسعوا عشان تكون علاقتهم بما ترضي الله. الظروف اللي انتم مريتوا فيها والتضحيات مع المعاناة، إذا جاء يوم وتقدمت لهالبنت وجاك الرفض من الأب أو الأم أو العائلة، لا تيأس، حاول مرة ومرتين وثلاث، لأن الصادق في الحب أبدا ما ييأس. فتمسكوا بأحلامكم وتمسكوا بالحب العظيم هذا، ترى حلو لما تاخذ الشخص تحبه. عموما حاولوا تنشروا القصة إلينا، نشوفكم المرة الجاية مع قصة جديدة، ولا تنسوا متابعة الحساب بس.